بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على خير المرسلين سيدنا مولانا محمد عليه أفضل الصلاة والسلام. يا رب تكونوا بألف خير وفي تمام الصحة والعافية. إن شاء الله النهاردة هعمل معاكم طريقة أجنحة الدجاج المشوية بطريقة سهلة وجميلة، وأنا معتمداها في كل المشويات. طبعا أي فراخ أي حاجة أنا بعملها بعتمدها فيها. دلوقتي انا عامله 4 حبات طماطم ضربهم في الخلاط ومصفياهم تصفيه كويسه جدا. وطبعا انا بعمل الكميه اللي انا بعملها في التتبيله على حسب كميه الفراخ، يعني لو الفراخ معاكي كتيره زودي في التتبيله. ونزلت على ال4 طماطم اللي انا مصفياهم بمعلقتين بابريكا. ودلوقتي المادة الدهنية اللي بنحتاجها معانا زيت ذرة، معانا زيت زيتون، اي نوع زيت متواجد معاكي. او انا دلوقتي نزلت ب5 معالق، حابة تحطي 4 حابة تحطي 3 مفيش اي مشكلة. وكل ما تقللي في الزيت كل ما هيكون افضل في نكهة الفراخ، علشان ما تبقاش الدنيا يعني مزيتة جامد بعد ما بتستوي. ودلوقتي هنزل بحوالي 3 أو 4 معالق كبيرة كاتشب. الكاتشب طبعا زي ما احنا عارفين في المشويات بيدي طعم جميل قوي قوي قوي، بيبقى حلو جدا. وهنزل بتوم، قيمة 4 أو 5 فصوص توم. طبعا انا مفرزة التوم ده وحاطه في الفريزر، وقت ما احب اعمل اي اكلة اي حاجة بطلعه وبعمله على طول، فما بحتاجش ان انا اقشر توم، لا كل حاجة عندي جاهزة ومتاحة معايا بحيث ان انا اعمل اكلة في اسرع وقت ممكن. دلوقتي هنزل بملح الفلفل، وطبعا على حسب طعمك دوقي على طول، يعني ما تقوليش ان انا بحط وخلاص بركوي، لا دوقي الطعم. ممكن تكون ناقص حياء، مزودة في الملح، فتظبطيها كده وانتي معاكي يعني الحاجة في ايدك تقدري ان انتي تظبطيها. ونزلت بفلفل اسود، وبحوالي معلقة كبيرة دبس الرمان، طبعا حلوة قوي للمشويات. يا جماعة الخلطة دي جربوها ومش هتندموا، لان انا ما بعملش اي حاجة او ما بحبش انزل اي حاجة واقدم اي حاجة على القناة غير لما اكون مجربوها مرة و2 واكتر. دلوقتي معانا صوص الباربيكيو حلو جدا جدا. طبعا بيبقى فيه حار وفيه حلو. انا مش بجيبه حار علشان احنا ما بنحبش الشطة عموما. بيكون طعمه مزز كده مايل للحلاوة، يعني في سن التسكير حلوة قوي قوي قوي. طبعا بيعتمدوه في المطاعم الأمريكية روعة. وحطيت معلقة خل، وهحط شوية كزبرة ناشفة، وهحط رشتين كده كوبيبة صيني أو زي ما بتقولوها كبابة صيني حلوة برضو. وهبشر بشرة ليمون. طبعا بشر الليمون عموما حلوة قوي، بيعزز المناعة، بيقي من انواع كتيرة من السرطانات، خاصة يعني سرطان الجلد والثدي. حلوة قوي قوي وكمان جميل في المشويات. طبعا مطلعة عيني البتاعة دي، الزبلة دي اللي انا ببشر بيها هرميها واجيب غيرها. انا عندي على فكرة، بس انا بستسهل حاجة بستسهلها تكون صغيرة في ايدي. كده عندي المبشرة الكبيرة بس بحب امسك الحاجات الصغيرة، فهجيب المبشرة التانية دي اسهل واسرع وحلوة قوي، صغنونة بس جميلة ومسعفة معايا. فانا هعمل دلوقتي حبة بشر ليمون، هيبقى حلو جدا في الشوي وهيديني نكهة جميلة. دي بقى انت عايزة تبشري فيها طماطمايه، تبشري فيها توم، كله بينزل في المخزون بتاعها ده اللي من جوه. حلوة قوي، تخلصي وتعملي تاني تخلصي وتعملي تاني، صغنونة بس جميلة قوي قوي قوي. تمام كده. هنبدأ بقى ان احنا نقلب كل المكونات دي مع بعض. وهنزل بنص فص ليمون مع معلقة الخل اللي انا حطيتها، كفاية قوي، انا استكفي بنص فص ليمون، لان كده الباربيكيو اصلا فيه مزازة لانه حامض. فيعني حاولي ان انتي توازني بين المكونات اللي انتي حطوها. بصوا شكلها جميلة قوي قوي قوي، تحفة ولونها روعة.
طبعا الباربيكيو والكاتشب والبابريكا بيدوني لون احمر قاتم كده حلو. فالاول طبعا انا نسيت ان انا اخرم الاجنحة، طبعا غسلها غسلة نظيفة جدا عشان ما تبقاش زفرة معايا. انا حطيت في القعر بتاع الصينية يعني معلقة سمنة بلدي كده، وهفضل ادعكها. ممكن استغني عنها ليه؟ لان انا كده كده حاطة زيت في قلب التتبيلة، حاطة زيت في قلب التتبيلة، فممكن استغنى عنها. او ممكن تعملي معلقة زيت او معلقتين زيت، وزي ما انا بعمل كده في قلب الصينية بالسمنة. انا عملتها كده بايدي علشان السمنة مجمدة، يعني حطها في قلب التلاجة. طبعا الاول يفضل ان انتي بالسكينة كده وتنغزي او تخرمي الدجاج، الاجنحة الفراخ عموما، علشان تشرب التتبيلة. دلوقتي ايه بيبيعوا كده ابرة، الابرة دي انتي بتمليها تتبيلة وبتحقنيها في قلب الفراخ، حلوة قوي. عايزة اجيبها ان شاء الله وابقى اوريها لكم. فانا عشان نسيت ان انا اخرم الاجنحة الاول فحطيت التتبيلة ومفيش مشكلة، بعد كده خرمتها. فكل حاجة متاحة معاكي، وسهلي على نفسك الدنيا. جهزي حاجات كده في قلب الفريزر تبقى موجودة معاكي في اي وقت تطلعيها. حطي توم، فرزي توم، فرزي اللهم صل على سيدنا محمد، هريسة شطة حمرة، اللي هي اسمها ايه، اللي هي الهريسة الحمرة اسمها ايه، مش فاكرة اسمها، ما علينا. الهريسة الحمرة اللي هي الفلفل الأحمر الحامي، وفي فلفل أحمر بارد، وبتضربيهم مع بعض. حابة تحطي توم، حابة تعملوهم من غير توم، مفيش أي مشكلة. فرزي هريسة خضرة، فلفل أخضر حامي على بارد، كله بينفعك وكله حلو وكله بيسهلها عليكي. بدل ما كل شوية تقعدي تقشري توم لما تيجي تعملي أكلة، لا، التوم يكون جاهز معاكي في قلب الفريزر. طبعا أنا دلوقتي بخرم أجنحة الدجاج أو الفراخ زي ما انتوا حابين تقولوا، علشان تشرب، كله يشرب من قلب التتبيلة. ويا سلام بقى لو التتبيلة دي انتي مجهزاها قبلها بليلة، بيبقى الطعم مختلف تماما. زي ما احنا بنتبل البانيه، بنتبل الفراخ، بتتبلي الدبابيس او الوراك، ايا كان اللي انتي بتتبليه قبلها بليلة، طبعا بيديكي نكهة مختلفة وبيديكي نكهة عالية وتست عالي، احسن ما انتي بتحضريها في ساعة او ساعتين وتشيلها في الفريزر او في التلاجة، عفوا في التلاجة ساعة او ساعتين. لا، الليلة قبلها بتفرق. فالاجنحة كده جاهزة معايا وانا عملتها، وده الشكل النهائي ليها. طعمها مش قادرة اقول لكم عليه، مش هقول لكم غير لما انتوا تجربوه بنفسكم وتحكموا. واثقة 1,000,000% ان انتوا هتدعولي على الاكلة الحلوة دي. طبعا انا كنت ممكن اعملها ببطاطس، بس انا حبيت كده اعملها سادة من غير اي حاجة. والصوص ده انت ممكن تعملي جنبه رز كده مبهر ببصل، وتاخديه من الصوص تحطي على الرز وتاكليه كده. صوص جميل قوي قوي قوي، طعم هيبقى شارب كده مع الرز وانت بتاكليه، حاجة تحفة تحفة تحفة. اهم تكة في الموضوع كله الفحماية، دي اهم حاجة اللي بتديكي بقى نكهة الشوي. طبعا انا حطيتها وغطيتها، بس برضو عمالة تطلع لي من كل ناحية، مفيش مشكلة، كله شغال. ادتني طعم الفحمة او نكهة الفحمة، تبقى حلوة قوي في المشويات عموما. خلاص، يا رب تكون الطريقة عجبتكم، جربوها مش هتندموا صدقوني. الطريقة دي انا بعملها على طول، وشكرا على تعليقاتكم وعلى ثقتكم فيه.